صاحبي كان شغال في بنك كبير. كل يوم كان بيلبس بدلة شيك وبيمشي في ممرات إزاز ورخام وحاجة يعني جميلة قوي، ولكن جواه كان حاجة تانية خالص. كان بيصحى كل يوم على صداع، بيدخل المكتب بإحساس غريب. جسمه قاعد بس روحه بره. تتكلم معاه يقول لك أنا حاسس إني بتاكل، بس ما اقدرش امشي من الشغلانه. خايف الاقي نفسي في الشارع، خايف الاقي ان الناس بتقول ضيعت الفرصه، خايف ان انا ابتدي من جديد. والخوف ده كان اكتر حاجه بتاكل فيه. في فرق كبير قوي ما بين التعب من الشغل وان انت تبقى مرهق وان صحتك ممكن شغل يجي عليها شويه، وما بين ان الشغل ياكلك من جوه. التعب الطبيعي ليه حدود، يوم راحة، يوم اجازة، يوم تشجيع والدنيا تظبط تاني. لكن لما الشغل يبدأ ياكل منك وقتك وصحتك ونومك وضحكتك، يبقى هنا لا، في حاجة غلط. في تقرير صادر من WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، كان بيقول إن الاحتراق الوظيفي أو البيرن أوت تم تصنيفه كظاهرة مهنية حقيقية ناتجة عن ضغوط مزمنة في بيئة العمل، والضغوط المزمنة دي غير مدارة بشكل صحيح. يعني إن البيرن أوت أو الاحتراق الوظيفي ده مش دلع، مش حد الدنيا جاية عليه وهو مش مظبط، لا لا لا، هو ده حاجة حقيقية. وعلامات الاحتراق المهني ده إن في انهاك دائم وبعد نفسي عن العمل وانخفاض كبير جدا في الفاعلية. دور جواك كده وشوف فعلا الحاجات دي ممكن تكون ملمسة معاك. في نهاية الأربعينات عباس العقاد، الأديب الكبير والمفكر عباس العقاد، خرج أصلا من الحياة النيابية والسياسية بعد ما كان عامل شوط محترم جدا، وكان بيقول جملة مشهورة قوي بيعبر فيها عن اللي هو حاسس بيه. كان بيقول إيه؟ بيقول أنا أكتب لأني أتنفس بالكلمات لا بالقرارات. يعني عباس العقاد ساب الكرسي بس ما سابش نفسه. ليه بقى؟ لأن هو كان بيشعر بالاحتراق الوظيفي. فلو حضرتك حاسس إن شغلك بياكلك، لازم تسأل نفسك شوية أسئلة. السؤال الأولاني، هل ده شغل ولا استنزاف؟ أنا مين في الاتنين؟ الخوف مفهوم، بس الخسارة الحقيقية مش إنك تمشي، الخسارة الحقيقية إنك تفضل وتضيع. أوقات اللي بيفضل في الشغل من غير معنى مش بيأمن نفسه والله، هو بس بيأجل انهياره، وزي كرة التلج كده الكبيرة تقعد تكبر وتكبر 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 وفي الآخر مصيبة. مرة قابلت مدير تسويق ناجح جدا، كان بيكسر أرقام قياسية وبيحقق أهداف ما حصلتش، بس لما قعدنا مع بعض كده في جلسة فردية بعيد بقى عن الناس والبهرجة والهيلمان اللي هو فيه، قال لي على حاجة وجعت قلبي. قال لي أنا مش فاكر إمتى آخر مرة شفت ولادي الصغيرين صحيين. وكمل وقال أنا كسبت السوق وخسرت بيتي. بص يا عزيزي وبص يا عزيزتي، أيا كان موقعك أو موقعك الوظيفي، جونيور بقى، سينيور، تيم ليدر، مانجر، سي او، أرجوك اعرف نفسك واعرفي نفسك قبل ما تضيعوا نفسكم في مكان مش ليكم. وانا مش اشطر منكم ولا اصيع منكم، احنا كلنا بنلعب في نفس الحته. واللي انا متاكد منه ان ما بين الخوف والقرار في لحظه صدق. فارجوك لا تكن عبدا للراتب، وحرر قلبك من سجن المقعد الوثيق، لان السكون على وجع دائم موت بطيء لا يقي ولا يقي.
الحلقة دي كانت نهاية الموسم الأول بفضل الله من سلسلة تحت الجلد، اللي اتناقشنا فيها عن أوجاع حقيقية بتواجه الموظفين والمديرين جوه بيئة العمل ومحدش بيتكلم عنها. كلمتك عن وجع حقيقي له علاقة بحاجات أنا عشتها وحاجات لمستها مع الموظفين اللي بشوفهم جوه شغل الاستشارات اللي بعمله مع الشركات. أتمنى يكون ده نور لمبة عند حضرتك أو عند حضرتك، وشفتوا في حاجة ممكن تكون عاملة لك وجع كبير جدا ومستخبية تحت الجلد، وطريقة إنك تعرف تخرج منها. أشوفك وأشوفك على خير بإذن الله في الموسم التاني، هناخد شوية وقت نحضر له، وأشوفكم بخير بإذن الله. كان معكم أحمد علي الضبع في سلسلة تحت الجلد. سلام عليكم.